الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نشوف معانا كيلو طماطم هنعمل بايه. حاجة احنا بنشتريها على طول، الاولاد على طول جايبينها. تعالوا نجربها مع بعض ونشوفها سهلة ولا ايه رأيكم فيها. يلا. احنا هنا جبنا الكيلو طماطم وهنقطعه بس ايه شرايح. هنا بعد ما قطعنا الطماطم اهيت معانا حتت اهيت، هنحط عليها ربع كوباية وهنحطها على البوتاجاز. كده حطيناها على البوتاجاز اهيت هتغلي بس ايه كده ما تستوي معانا ونشوف هنعمل ازاي. هنا اهيت بعد ما كانت اتسلقت معانا قوي تبرد شويه وهنقوم حاطينها بس في الخلاط تتفرم. هنا كده بعد ما كان برد معانا هنفرمه في الخلاط ونشوفه. يلا معانا. دي كده بعد ما كنا ضربناها في الخلاط وصفناه بمصفى ناعمه خالص، مفيش فيها اي بذور ولا اي قشر ولا اي حاجه خالص، زي عشان نبقى زي اللي بنشتريه من بره. هنا كده بعد ما احنا صفينا بقى وخلصنا نحط عليها معلقه بصل بودر صغير ومعلقه ثوم صغيره ومعلقه ملح على فلفل اسمر، معلقه صغيره برضو. معانا شويه. هنا بقى اول ما يغلي معانا اهوت هنحط له نص كوبايه سكر، نص كوبايه خل، معانا نص كوبايه ميه حطينا عليها معلقه نشا كبيره. هنا دلوقتي بعد ما كان غلى معانا ونشف شويه اهو هنضيف لهم نص كوبايه النشا، الميه بمعلقه النشا اللي احنا حطيناها. وايدينا بقى فيها نقلبها. وهنا بقى الاضافه اللي هنحطها عليه معلقه عسل الجلوكوز اللي هنحطها عليه معلقه كبيره. هنا ديت الاضافه بقى اللي هتديله طعم اكنك انت جايباها من بره اهو. هنا وما يغلى هنقوم حط طافيين عليه. هو احلى كاتشب تاكليه، احسن من اللي بتشتريه من بره. كده اخر غلوه معانا ساعه ما يغلي كده نطفي النار على طول بس كده خلاص. هو ده قوامه كده وهو لسه سخن. او ما يبرد بقى هتلاقيه تقيل شويه كمان عن كده. او كده كنا خلصناه معانا اهوت. ويا ريت لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا مع السلامه.